السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة اليوم الاثنين 1 يونيو 2026. قفزات الأرباح والخسائر، كيف استقبلت بورصة مصر أولى جلسات التداول بعد العيد؟ البدر للاستثمار تعلن استقالة عضوين من مجلس الإدارة. سهم عقاري يقفز 12% بدعم نتائج الأعمال، أبرز الرابحين والخاسرين بالبورصة مصر. نشوف كده التفاصيل بتاعة الخبر بسرعة. ارتفاع أداء مؤشر بورصة مصر في ختام التعاملات اليوم الاثنين، قفز سهم إعمار بأكثر من 12% بدعم نتائج الأعمال إيجابية. طبعا القطاع العقاري في أحسن حالاته. خسائر لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي تتقلص 29% خلال الربع الأول من 2026. القيمة السوقية لبورصة مصر تربح 31 مليار جنيه بجلسة الاثنين. ارتفاع بورصة مصر في الختام أعلى 52,800 نقطة بعد عطلة العيد. مساهم يرفع حصته في رأس المال الأولى للاستثمار إلى 20.16%. طيب الخبر ده إيجابي، نشوفه بسرعة. قالت شركة ساندر للأوراق المالية أن المساهمة في رأس مال الشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية من 19.28% إلى 20.16%. أضاف في بيان لبورصة مصر اليوم أن المساهم اشترى 121,000 سهم بقيمة 4,460,000. طبعا خبر إيجابي للأولى للاستثمار العقاري. تاني خبر إيجابي للاستثمار العقاري بصراحة. المركز 34 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 9 أشهر. المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2026. مجموعة متكاملة للأعمال الهندسية. ماشي. أسعار وثائق. أرباح المشروعات الصناعية والهندسية تتراجع 10% خلال الربع الأول من 2026. مباشر تداول تقتنص 6.6 منذ بداية 2026. أسعار وثائق. ارتفاع مؤشر بورصة مصر بالمنتصف الثلاثيني يتماسك قرب 52,700 نقطة. المصرية للمنتجعات السياحية تتحول للخسارة خلال 2025. ده خبر سلبي طبعا، هنشوفه كده بسرعة. رغم هي أساسا السهم طالع. كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن العام الماضي تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها سجلت خسائر بقيمة 120 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 350 مليون جنيه في خلال 2024 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 715 مليون مقابل $1.24 مليار في العام السابق له. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة تراجعت الخسائر خلال العام الماضي إلى 115 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 422 مليون جنيه خلال 2024. وحققت الشركة المصرية للمنتجات السياحية صافي أرباح بقيمة 29 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2025. طيب ومع ذلك السهم النهاردة عامل حوالي 8%. عجائب البورصة المصرية. 634 مليون جنيه أرباح المصرف المتحد خلال الربع الأول من 2026. أسعار وثائق صناديق الاستثمار بالذهب. روبكس العالمية تتحول للخسارة ب20 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026. أرباح MB للهندسة تتراجع 40% خلال الربع الأول من 2026. البنك الأهلي وزع 4.5 جنيه لوثيقة الصندوق الرابع النقدي عن مايو.
الإسماعيلية الجديدة للتطوير تقلص خسائرها خلال الربع الأول من 2026. سكاي هولدنج تبيع 68 مليون سهم في بنيان للتنمية بقيمة 338 مليون جنيه. طب نشوف بقى. بنيان. وقامت الشركة ببيع 68 مليون سهم من أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة بحسب الشركة المنفذة الأهلي فورس لتداول الأوراق المالية في إفصاح للبورصة مصر اليوم. وأضاف الإفصاح أن متوسط سعر البيع في الصفقة بلغ 4 جنيه 96 قرش للسهم الواحد، وبناء عليه تراجعت نسبة ملكية المساهم البائع سكاي هولدنج ليمتد بعد ذلك الصفقة إلى 78% مقارنة بنسبة ملكيته التي كانت تبلغ 82%. طب تمام. العبوات الطبية تتحول للخسارة أول من 2026. جنوب الوادي تتحول للربحية، خبر إيجابي طبعا اهو. جنوب الوادي الأسمنت تتحول للربحية 170 مليون جنيه خلال 2025. 62 مليون جنيه صافي أصول صندوق كسب بنهاية مايو. ارتفاع أحجام التداول يدفع سهم العالمية للاستثمار أعلى مقاومة محورية. بالم هيلز يواصل تسجيل قمم تاريخية بدعم من الزخم الشرائي. خسائر العز السيراميك ترتفع 180% خلال الربع الأول من 2026. المنصورة للدواجن تقرر زيادة رأس المال وإضافة غرض مكمل إلى النشاط. طب نشوف تفاصيل الخبر ده بسرعة مع بعض. المنصورة للدواجن. وافق مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن على زيادة رأس المال المرخص من 600 مليون إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 395 مليون جنيه، بزيادة قدرها 195 مليون جنيه موزعة على عدد 975 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 20 قرش للسهم عن طريق دعوى قدام المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفق المادة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المتضمن أسباب زيادة رأس المال المرخص والمصدر وتعديلات في المادة 3 الخاصة بغرض الشركة. كذلك كافة المستندات المؤدية وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال وإدراج أي تعديلات على نموذج تقرير الإفصاح وفقا لما تتطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو أي جهة إدارية. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل غرض الشركة بالإضافة غرض مكمل، وذلك بتعديل نشاط تنمية الثروة العقارية الداخل ضمن أغراض الشركة، ليشمل إنشاء مباني مجمع الصناعات الصغيرة وكفاءة المباني الصناعية والتجارية والإدارية والسكنية، وشراء وبيع الأراضي والعقارات بأنواعها، وإنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني والداجن والسمكي والزراعي والصناعي والغذائي اللازم لهذا المشروع. طيب يبقى ده بقى المنصورة للدواجن هيبقى عندها زيادة رأس مال قريب، طبعا خبر إيجابي. منصورة للدواجن. أكتر الاستثمارات تتحول للخسارة 513 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026. المنصورة للدواجن تتحول للخسارة خلال الربع الأول من 2026. ارتفاع مؤشر بورصة مصر بالتعامل الصباحي الثلاثين يتجاوز 53,000 نقطة. أرباح جو جرين للاستثمار الزراعي تقفز. أيوة خبر إيجابي هو جو جرين 148% خلال الربع الأول. طب نشوف مع بعض تفاصيل الخبر بسرعة يا جماعة. جو جرين ومع ذلك السهم النهاردة ما تحوكش. طيب كشفت القوائم المالية لشركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية خلال الربع الأول من العام الجاري على ارتفاع صافي أرباح الشركة 148% على أساس سنوي.
وضحت الشركة في قوائمها المالية المرسلة لبورصة مصر اليوم أنها سجلت صافي ربح بلغ 24 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 مقابل أرباح بلغت 9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وقد ارتفعت إيرادات نشاط الشركة لتسجل 37 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب24 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي. ومع ذلك طبعا السهم النهاردة ما تحركش، جو جرين. عجائب البورصة طبعا. أرباح الحديد والصلب المناجم تتراجع 47% خلال 9 أشهر. أرباح مرديف المجمعة تقفز 171% خلال عام 2025. أرباح العربية للإسمنت المجمعة تقفز 60% خلال الربع الأول من 2026. طلعت مصطفى تقتنص رخصة استثمارية بالعراق لتطوير مشروع بمبيعات 18 مليار دولار. طبعا خبر إيجابي لطلعت مصطفى، خبر إيجابي. أرباح أعمار مصر تقفز 130% إلى 7.76 مليار جنيه خلال الربع الأول. خلال الأعمار، خبر إيجابي. القطاع العقاري كله أخبار إيجابية النهاردة. وبالمالية القابضة تتحول للربحية 106 مليون جنيه خلال الربع الأول. وبالمالية القابضة. طيب، مبيعات جهينة تتجاوز 8.5 مليار جنيه وأرباحها تقفز 123 في الربع الأول. خبر إيجابي لجهينة. النقل المصرية تتيح الاشتراكات بمونوريل شرق النيل بتخفيض التذكرة 50%. وزير الاتصالات استمرار الشركات العالمية في زيادة استثماراتها في مصر. مدير عام المجازر سبح أكثر من 35,000 أضحية بالمجازر الحكومية خلال العيد. تفاصيل طرح التموين طماطم ب20 جنيه لحد من ارتفاع الأسعار. وصلت لكده يعني. يوليو المقبل بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8,000 جنيه في مصر شهر 7 يعني. شعبة الذهب تحسن الجنيه المصري يدفع الذهب للتراجع 2.7 خلال مايو. شعبة الذهب تحسن الجنيه المصري يدفع الذهب للتراجع. طب الرقابة المالية تخفض مقابل خدمات مصر المقاصة منصات الصناديق الاستثمارية العقارية. تداول 7,000 طن بضائع عامة متنوعة بموانئ البحر الأحمر. مصر 90 مليار جنيه توسيع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم الأحد. استمرار أسعار الدواجن واللحوم في مصر الأحد. استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات